ايه يا اسطى اللي مقعدك كده؟ مستني ايه عشان تبدأ تاخد خطوات حتى ولو بسيطة لأحلام ركنتها على رف الأمان المستحيلة؟ يلا أحلام كنت بتحلم بيها دلوقتي تخاف تحكيها لأصحابك لا يطلعوك على المسرح. أنا عجبتني فكرة البودي جارد دي وعايز أبقى بودي جارد. الأحلام اللي بعد ما بتسرح فيها تقول لنفسك أنت عبيط يا ولا بذمتك ما قلبتش عليك المواجع وافتكرت على الأقل حلم واحد من بتوع زمان؟ ما تخلصنا رشدي بيه هنعملوا ايه؟ اللي كلها أمل ورغبة في تغيير العالم للأفضل. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ أيام ما كانت الأستاذة عايدة الأيوبي بتقفش عليك وتقول لك جرى إيه ما تخلص، ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك. انا اسف. بس كل ما بتكبر والتحديات بتكبر أكتر بتلم كل الأحلام دي وتحطها في كرتونة وتكتب عليها محتاجة معجزة أو لما تيجي الفرصة. والى اللقاء في جنة الخلد إن شاء الله. ضيف على كل ده كم من الأفلام اللي بتحكي القصة بتاع البطل الكحيان اللي هوب. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزبالة وفجأة بالصدفة الشديدة جدا حصل له مش عارف ايه ولا لا ايه وحياته اتغيرت بفضل باور فاميلي بسرعة. خد بقى من القصص دي اللي عضه ديب في رقبته، اللي عنكبوت في ايده، اللي كلب في بس خلاص عشان عارف الكلمة الجاية هتبقى ايه. وإيشي واحد نام صحي لقى نفسه مسافر اكتشف انه ليه اخ مليونير كتب كل فلوسه لفقير طلع يشبه واحد مهم ودول كتار دلوقتي. نكمل. واحد مهم اكتشف شاب موهوب وشاب موهوب. يا كبير بتبص لك ده ليه؟ شوف هتكفينيها كيف؟ دي انفينيتي عمرها ما هتخلص. من كتر تكرار الفكرة بقيت قاعد مستني او نفسك في تويست من دول يحصل وتحصل المعجزة وألسنة لهب هتلتهمني ودخان وضويت تمسك في وشي والدنيا تلف بيا والمزيكا تعلى. الله يخرب بيت السيما اللي سوقت سمعتنا يا ابني، كل ده جرافيكس. حتى في الحياة الواقعية القصص اللي بتنتشر وتتشهر هي القصص اللي فيها حاجة مش طبيعية. الدكتور ربيع أذانكم من الكبير على الطورة. صعب تتكرر. قصص فيها حمز كده. في ايه يا فندم؟ في حمز. القصص اللي هي بتبقى على وزن مش عارف مين كان عايز مش عارف ايه بس ما ظبطتش قال خلاص ونسي الموضوع وبالصدفة بعد سنتين راح مشوار مش في دماغه حاجة. هو ايه رأيك بيفتح السمكة ملقاش الخاتم؟ شوف يا اخي، او اللي بقى من اغنى 5 في مصر بسبب انه اتنصب عليه زمان في صفقة الكلاب كلها بتنونع، بس حظه بقى شافهم ملياردير واتجنن عليهم اداله شيك على ابيض وقال له اكتب المبلغ اللي عايزه مقابل الكلاب دي. ومن هنا بدأ البيزنس بتاعه. ابتديت اقطع وابيع وسجاره جابت جوان وجوان جاب حبايه لحد ما عملت امبراطوريه مجدي تختوخ. دي القصص الكاتش اللي تعلق مع الجمهور. مفيش فيلم ولا انترفيو هيتعمل مع واحد نجح عشان كان عنده فريق فيه 5 محللين للمعلومات وبناء عليه بياخد قراراته، او مسلسل عن فريق فيه 5 مختلفين خالص عن ال5 الاولانيين بيحطوا منهج متبع ومجرب وضامن للنجاح بنسبة كبيرة. أنا مش فاهم يعني ايه اللطيف. ولا قصة فيلم مغزاها انه اي حد هيعمل الخطوات دي بدرجة متوسطة من الكفاءة هيوصل للنتائج دي. الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ 5 مناظر، 2 بعميس النوم و3 بعض. دي قصص مملة محدش يحب يسمعها. الفيلم هيفشل والبرنامج مش هيجيب اعلانات ثم مات المنتج والمخرج، وعندما عرضت في التلفزيون مات المشاهدون جميعا. القصص المنطقية اللي أسبابها واضحة بتعدي قدامك وما بتلفتش نظرك ولا بتثير إعجابك وبالتالي مش بتحتفظ بيها في ذاكرتك. يعني وانت بتملى مع الضيوف لحد ما أبوك يجي مش هتقولها، هتقول التانية اللي في آخرها كله يقول يا لهوي. يعني مصر دي هتجيب صريخ في السينما. وكل ده بيأكد ويثبت جواك يمكن من غير ما تاخد بالك ان النجاحات الكبيرة والأحلام المتفائلة محتاجة معجزة، صدفة، فرصة، ضربة حظ، الدنيا تضحك، الظهر يلعب، النحس يتفك، أي حاجة في السكة دي. ومن هنا بتقسم الناس لنوعين، محظوظ وفقري. وطبعا انت مين؟ انت المرزق من يومك ابو السلكان
اديها في ايدك يبقى تراب. اي حاجه بتحصل بتشوفها من الزاويه دي. ما تزعقش لجوزها ولا حاجه، دي بتزعل اخواتها. المشكله هنا مش بس انك بتيأس بسبب انك فقري ودي حاجه بره عنك مش هتعرف تغيرها، حظك قليل طول عمرك. لكن الأسوأ كمان إنك مش بتشوف الأسباب الحقيقية والعيوب أو النواقص اللي عندك، لأنه دايما سؤال ليه بيحصل كده إجابته حاضرة عشان أنا فقري. يا عم مشيش معاك إنك ما خططتش كويس، لا يا عم أنا فقري. وكل ما تقف معاك تديها واحدة مفيش نصيب، قدري كده مش مكتوبالي. مكتوبالك الجواز يا ابو ليه؟ أبقى كداب لو قلت لك إنه الحياة مش بتحتاج أحيانا زقة كده بالحب، فرصة بالحظ، توفيق في الظروف، بس الحظ لا يأتي للأغبياء. يعني ممكن اللي انت مسميه محظوظ يكون عنده كواليس من الاجتهاد والشغل على انه ما يسيبش حاجة للظروف. يمكن هو بيصنع حظه بنفسه، بس انت خلاص احمد شيبة والظهر كاله دماغ. شوف لي ورقه وقلم. ايه يا اسطى انت نمت؟ يا بابا كنت عاوز اقول لك الدنيا ما بتمشيش كده، لازم نفضل نقاوم الوهم اللي بيحجمنا ويثبتنا مكاننا، نسيب الكذبة بتاعة الحظ والقدر اللي بتعزلنا عن واقع السعي والتدريب والمحاولات. في دي لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. ونفكر نفسنا كل يوم إنها معادلة، أسباب بتأدي لنتائج بنسبة كبيرة. مش عايزة سحر، عدد من المحاولات المدروسة وهتوصل، مش محتاجة صدفة، خبرات وأرقام وحقائق هنلتزم بيها هننجح. مش لازم تبقى فلتة زي ما قال مرزوق يا كيمياء. والأهم إنك تتمسك بإيمان إن ربنا مش بيضيع تعب حد، ولو في يوم عملت كل اللي عليك وبرضه احتجت زق التوفيق وحظ، صدق إن ربنا كريم وقلبه عليك وهيزقها لك. واديني أنا بقى زقة في السبسكرايب أو الفولو، ضربة لايك، فرصة كومنت، لعب الزهر وشير. لن تطيح بالأتلتيكو إلا إذا حدثت معجزة. لوكا مودريتش إلى الركنية، معجزة جول.